لكل شخص تايه وما يعرفش يعني ايه منح دراسية، وهل المنح الدراسية مفيدة وهتساعدني ولا لأ، وكل الأسئلة اللي بتدور في دماغك شبه الأسئلة اللي فاتت. لو مهتم تعرف إجابات الأسئلة دي وغيرها كتير كمل الفيديو معانا للآخر. اهلا بيكم، معاكم عبد الرحمن ابراهيم، واحب اقول لحضراتكم ان القناة دي بتساعد كل شخص مهتم بالمنح والسفر وتعلم اساسيات واسرار القبول في المنح ونصائح وتريكات غيرها كتير. فلو انت مهتم اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. المهم، الفيديو بتاعنا مقسوم ل5 اسئلة هنجاوب عليهم. هعرض لك على الشاشة مع الوقت بداية الإجابة على كل سؤال، تقدر تروح له على طول علشان لو انت عايز سؤال فيهم معين، وبعدين هنرجع نجاوب على الأسئلة دي. نمسك أول سؤال معانا وهو يعني إيه منح دراسية؟ بص يا سيدي، أنا هشرح لك الموضوع بكل بساطة. الموضوع عبارة عن إن أنت أو أنتي بتقدروا تدرسوا في المجال اللي أنتوا عايزينه أيا كان إيه، وكمان في البلد اللي أنتوا عايزينها ومجانا تماما. فالبعض هيتساءل وهيقول لي يعني إيه مجانا تماما؟ بص ما تقلقش، هجاوبك على النقطة دي في السؤال التاني بتاع مميزات المنح، لأن هيكون ده وقتها المناسب. معلش حبيت اوضح النقطة دي دلوقتي علشان لو دماغك عمالة تقولك مجانا ازاي ومفيش حاجة مجانا وكل الكلام ده، حبيت اوضحها علشان تكون مركز معايا وما تشتتش. نرجع بقى لموضوعنا، ولكن لازم تبقى عارف ان للأسف مش كل الناس هتقدر تاخد منح، علشان هما ما يعرفوش ايه اسرار واساسيات القبول في المنح. فانت هتقولي يعني لو انا عايز اقدم على منحة ايا كان المجال اللي انا عايزه ايه، وايا كانت بقى البلد اللي هدرس فيها ايه، انا شخص عايز يقدم على منحة دراسية ويدرس في اوروبا، هل في شروط لازم تبقى متوفرة فيا وفي الشخص اللي هيقدم علشان يتقبل على طول وبسهولة؟ هقولك طبعا، والا ما كانوش سموها منحة. بص اولا كده لازم تبقى عارف ان في اكتر من 3 مليون منحة في العالم مفتوحة ومتاحة حاليا، وفي المقابل في 10 مليون شخص بيتقبلوا في المنح سنويا. ده طبعا وفقا لإحصائية اتعملت سنة 2023. فأكيد أنا وإنت لازم نفهم من كده إنه في كام سر وكام شرط لازم يكونوا متوفرين في الشخص اللي بيقدم على المنح. وطبعا زي ما قلنا أيا كان المجال اللي احنا عايزينه ايه، وبرضه ايا كانت البلد اللي احنا هندرس فيها ايه، دي اساسيات للقبول في اي منحة. واحب اقول لحضراتكم ايا كان انت او انتي بتختاروا المجال اللي انتوا عايزين تدرسوا فيه، وكمان بتختاروا البلد اللي انتوا عايزين تدرسوا فيها، انت اللي بتختار، محدش بيغصبك على حاجة. وبالنسبة للناس اللي مهتمين بالمنح وعايزين يعرفوا اسرار واساسيات القبول في المنح، في سلسلة مكونة من 4 فيديوهات على القناة هسيبها لحضراتكم في الوصف، وأول تعليق لازم تشوفوها بعد الفيديو ده، هتعرفكم كل الأسرار اللي هتساعدك في القبول في المنح مجانا وبسهولة. المهم بعد ما خلصنا أول سؤال هننتقل للسؤال التاني، وافكرك كده الأول علشان لو نسيت، أنا هجاوبك في السؤال ده على نقطة يعني إيه هدرس مجانا. المهم السؤال التاني، إيه هي مميزات المنح؟ ركز معايا في اللي هقولهولك دلوقتي. طبيعة أي منحة إنها بتديلك وبتوفر لك كل متطلبات الدراسة مجانا. فأنت هتقولي إيه هي برضو مميزات المنح؟ مميزات المنح يا سيدي تفصيلا، أول حاجة بتوفر لك التأشيرة والسفر للبلد اللي أنت هتدرس فيها وطبعا مجانا. تاني حاجة السكن على المنحة وكمان الأكل والشرب عليهم. تالت حاجة الدراسة وكل المتطلبات الدراسية اللي انت بتحتاجها المنحة بتوفرها لك مجانا. رابع حاجة اغلب المنح ان لم تكن كل المنح بتوفر لك راتب شهري طول فترة الدراسة. خامس حاجة والاخيرة تأشيرة العودة بعد الانتهاء من المنحة برضو بتتوفر لك مجانا من المنحة. فاعتقد ان انت كده عرفت يعني ايه المنح مجانا، وكمان عرفت مميزات المنح.
وطبعا لازم تكون عارف ان المميزات بتاعت كل منحة بتختلف من منحة للتانية. ممكن مثلا تلاقي منحة مميزاتها اقل من كده، وفي المقابل ممكن تلاقي منح المميزات بتاعتها اكتر من كده بكتير، فبتختلف من منحة للتانية. بالنسبة لتالت سؤال معانا وهو ما هي عيوب المنح؟ هيطلع واحد يسألني دلوقتي ويقول لي هو في حاجة اسمها عيوب المنح؟ هيقول لي عيوب ايه بعد كل المميزات دي؟ هقول لك يا باشا، حتى لو انا ما قلتلكش عن عيوب المنح، لازم انت تبقى عارف ومتأكد ان كل حاجة في الدنيا او كل خطوة جديدة في حياتك ايا كانت ايه ليها مميزات وكمان ليها عيوب، فانت لازم تبقى واثق من كده حتى لو انا ما قلتلكش عن عيوب المنح. المهم خلينا في موضوعنا وهو ما هي عيوب المنح. اول عيب معانا في المنح انك لازم تبقى عارف ان انت مش مسافر تتفسح ولا تلعب، انت رايح تدرس في مدرسة داخلية، يعني كأنك عايش في الجيش، ما بتخرجش بره سور المدرسة الا لو مسافرين مثلا او المنحة مكونين ايفنت مثلا او لاي ظرف تاني غير كده. فانت لو ما عندكش عزيمة وعندك مرونة في حل المشاكل اللي هتقابلك هناك، للأسف هتعاني جدا هناك. تاني عيب معانا، لازم تبقى عارف ان كل متطلبات يومك محدش هيعملها لك، انت اللي هتعملهم، انت اللي هتروق لنفسك، وانت اللي هتغسل وتطبخ وتنشر وهتغسل مواعينك كمان. انت هتكون مسؤول عن متطلبات يومك كلها بدون مساعدة. فانت لو ما عندكش مرونة في حياتك وقادر انك تتأقلم مع الظروف اللي حواليك ايا كانت ايه، هتعاني جدا هناك. بالنسبة لرابع سؤال معانا وهو هل سهل اني اخد منحة ولا لا؟ هقول لك برضو المفروض ان انت اللي تجاوب على السؤال ده، علشان اي حاجة في الدنيا ايا كانت ايه، اي قرار او خطوة جديدة في حياتك ايا كانت ايه هتكون سهلة لو انت سعيت وخدت بالاسباب وعملت كل الشروط اللي تؤهلك للخطوة دي. وفي المقابل لو قلت اللي مكتوب لي هشوفه وما ساعدش وما عملتش اللي عليك، اكيد هتكون الخطوة دي صعبة جدا عليك. وبالمثل لو انت خدت بالاسباب وعملت كل اللي عليك واخدت بالشروط اللي تؤهلك للقبول، اكيد هتتقبل بسهولة وبسرعة كمان، وهتكون مختلف عن كل اللي بيقدموا معاك علشان انت عملت اللي عليك. وفي نصيحة هنا مهمة للناس المهتمية بالمنح، لو عايزين تعرفوا اساسيات واسرار القبول في المنح، هسيب لحضراتكم لينك السلسلة في الوصف واول تعليق. دي سلسلة مكونة من 4 فيديوهات هتساعدك في القبول لأي منحة ايا كانت ايه. وبرضه لو ما اخدتش بالاسباب وعملت بشروط المنحة، مش هقولك ممكن ما تتقبلش، لأ، انت مستحيل تتقبل اصلا. فهقولك طبعا هتتقبل بسهولة جدا لو شروط المنحة توفرت فيك وانت عملت اللي عليك، ومستحيل تتقبل لو شروط المنحة ما توفرتش فيك. فاعمل انت بس اللي عليك وسيب النتيجة على ربنا، وافتكر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بعد كده يجي دور خامس سؤال معانا وهو ليه لازم اخد منحة دراسية؟ بص، انا شايف ان الناس اللي بتقدر تاخد منح دراسية دول اكتر ناس محظوظة في العالم كله. وعلشان البعض ما يفهمنيش غلط، انا قصدي بكلمة محظوظة يعني يا بخته انه قدر يتقبل في المنحة، علشان ببساطة زي ما قلت لك هيقدر يدرس في المجال اللي هو عايزه ايا كان ايه، وكمان بيدرس في البلد اللي هو عايزها ايا كانت فين. ومش بس كده، لأ، بل وكمان مجانا، ما بيدفعش اي حاجة. اعتقد ده سبب مقنع يخليك تحاول تاخد منح دراسية في اسرع وقت. وبس كده، وطبعا هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف واول تعليق، واي حد من حضراتكم واقف معاه اي سؤال يكتبهولي في التعليقات، وشوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبهولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وسلام.